تفاصيل رحيل وسام ابو علي الى النادي الامريكي. يضع مسؤول النادي الاهلي حاليا الرتوش النهائيه على عمليه بيع وسام ابو علي الى نادي كولومبوس كورو الامريكي، ويستعد مسؤول النادي الاهلي لاسدال الستار على هذه الصفقه التي استحوذت على اهتمام قطاع كبير من كره القدم المصريه بصفه عامه وداخل جدران النادي الاهلي بصفه خاصه. تفاصيل صفقه بيع وسام ابو علي للدوري الامريكي. النادي الاهلي اتفق مع النادي الامريكي على انتقال وسام ابو علي مقابل 7.5 مليون دولار يتم تسديدها على دفعتين. الاولى يتم تسديدها بمجرد توقيع العقود واتمام الصفقه وتبلغ قيمتها 5.5 مليون دولار، فيما تبلغ قيمه الدفعه الثانيه والاخيره 2 مليون دولار يتم تسديدها خلال يناير القادم، بالاضافه الى مليون دولار يتم تسديدها اذا سجل وسام ابو علي 10 اهداف، ومليون دولار اخر يتم تسديدها اذا سجل وسام ابو علي 15 هدف. ووفقا للاتفاق ذاته يحصل النادي الاهلي على اعاده بيع بنسبه 15% حال بيع اللاعب لاي نادي مستقبلا. وظهر وسام ابو علي مهاجم الاهلي في النادي صباح اليوم الاحد، وخاض تدريبات منفرده تنفيذا لتعليمات الجهاز الفني ومحمد يوسف المدير الرياضي للنادي الاهلي بعد استبعاد اللاعب من معسكر الاهلي المقام حاليا في تونس. وحسب تاكيدات من مصادر الخاصه فان وسام ابو علي ظهر في التتش اليوم وادى تدريبات تاهيليه كما استكمل القياسات البدنيه التي رفض خوضها منذ ايام اعتراضا على رفض الاهلي العروض التي وصلت له مؤخرا من انديه خارجيه. ويحصل نادي سيريس السويدي الذي انتقل منه وسام ابو علي للنادي الاهلي في يناير 2024 على نسبه 10% من قيمه اعاده بيع اللاعب ما يعادل 750 الف دولار. شارك اللاعب صاحب الجنسيه الفلسطينيه والدنماركيه مع الاهلي في 60 مباراه بجميع المسابقات ليسجل 38 هدفا الى جانب صناعه 10 اهداف، وحصل على لقب هداف الدوري المصري في موسمه الاول، وظهر بصوره ملفته في كاس العالم للانديه بعدما احرز هاتريك 3 اهداف امام بورتو في ختام دور المجموعات. بقرار من محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الاهلي بالتشاور مع الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الاهلي استبعاد وسام ابو علي من معسكر الفريق المقام حاليا في تونس بسبب عدم التزام اللاعب باجراء القياسات البدنيه مع عوده الفريق للتدريبات الاثنين الماضي استعدادا للموسم الجديد، كما رفض اجراء اشعه لتحديد حجم اصابته ليتم استبعاده من المعسكر وتغريمه ماليا. رايك في اللي بيعمله وسام ابو علي مع النادي الاهلي وضغطه على الاداره، وانه بيعمل كل ده عشان الفلوس وعشان ياخد الجنسيه الامريكيه كما فعل مع ناديه السابق للضغط للرحيل الى النادي الاهلي؟ وفي تصريحات مع كابتن شوبير قول لي رايك في اللي بيعمله وسام ابو علي، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.